بزاف ديال الناس كيامنوا بفكرة تناسخ الأرواح، ولكن واش الإحساس أننا عشنا قبل يمكن يكون عنده تفسير آخر؟ في ثقافات كتيرة بحال الهندوسية والبوذية كيامنوا أن الروح خالدة وكتسافر من حياة لحياة باش تتعلم وتصفى. وحتى في الفلسفة الغربية بحال أفلاطون كاين إشارات لهادشي. ولكن اليوم العلماء بداو يهضروا على حاجة مثيرة اللي هي الذاكرة الجينية، بمعنى التجارب اللي عاشوها أجدادنا كتخلي بصمة في جيناتنا وحنا كنحسوا بها بلا ما نكونوا واعيين، بحال واحد الخوف اللي كيجينا بلا سبب، او واحد الحنين اللي كيجيك لشي مكان ما عمرك زرتيه ولكن كتحس انك ديجا كنتي فيه. اذا واش فعلا الروح كتعاود تولد ولا غير الجينات ديالنا كتكون حامله ذكريات الاجداد اللي عاشوا قبل منا؟ ربما الحقيقه كاينه في شي مكان وسط ما بين هاد نظريات بجوج. احساسنا بالحيوات السابقه ممكن يكون صدى لتجارب بشريه عميقه ساكنه فينا. في النهايه سواء كان تناسخ ارواح او ذاكره جينيه، هذا الاحساس كيخلينا نعرفوا اننا جزء من شيء اكبر من حياتنا الفرديه، جزء من سلاسل لا نهايه ديال التجارب والذكريات اللي كتصنع الكينونه ديالنا.